السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أعزائنا الكرام. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم داعش الإرهابي اليوم الأربعاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه. وقد أسفرت العملية الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عملية متزامنة من كل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة سيدي حرازم ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء. وتشير المعلومات الأولية للبحث على أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي داعش، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطر بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن الوطني بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الإجرامي. وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث وفق البلاغ أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلف بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية بعدما تربص به في مكان اشتغاله بمدارات طرقية في حصة عمله الليلي.